السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني اوي 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 من امبارح للنهاردة. بصراحة ده فيديو كان قديم عندي، كنت عاملاه من فترة. بقول لكم يعني هو تعبي وبقى ومشاغلي مع اولادي نساني بصراحة ان انا انزله. بس في حد من متابعيني بصراحة هو اللي فكرني بالفيديو، طلبه وانا نفذت منتجه بقى. تمنتجه بقى. اول مرة اعمل منابير على فكرة، انا ما بحبهاش، وعارفين لما بعملها اقسم بالله ما باكل طول اليوم لغايه تاني يوم كمان. ممكن اقعد 3 ايام ما اكلش عشان عملت المنابير والكرشه دي ومسكت. بس جوزي طلبها مني واضطريت ان انا اعملها. ماشي والله العظيم قعدت لغايه تاني يوم يومها. ماشي، وفي الاخر قلت له انا عايزه اكل من بره، انا مش طبخه وهاكله بره البيت كمان. انا ما بحبهاش، مع اني ما دقتهاش قبل كده، بس انا ما بحبهاش. ماما اللي علمتني طريقتها. خلطة المحشي، اللي عايزين خلطة المحشي انا لسه عاملاها في الفيديو اللي قبل ده على طول. هتلاقي طريقة خلطة المحشي هناك. والله العظيم جربي طريقة خلطة المحشي بتاعتي دي، هتدعيلي والله هتدعيلي. كل اللي رايح واللي جاي كده هيشم ريحة المحشي هيقولك الله، الله على الخلطة. هنا طبعا المنابير ديت والكرشة دي مش جايين لي كده، يعني مش جايين ان انا انضفهم، والكلام استحالة ان انا هنضفهم. هو جابهم قلت له وديهم عند ماما تنضفهم وتخلصهم، وبعد كده حطهم وانا هعملهم لك هحشيهم لك. هو كان عايزني انا اللي اعملهم بايدي، لان كانت ماما دايما هي اللي بتعملها له بصراحه. يعني كان كل ما يجيب اقول له لا، ما تجيبهاش، ما تدخلهاش الشقه، لا وديها على ماما على طول. المره دي بقى صمم وقال لي انت، انا عايزك انت تعمليها، خليها تنضفها وانت تعمليها. يعني تعدلك عليها وانت ايه، يعني هو جايبها متنضفه بصراحه، يعني مش هيجيبها نقطع فينا ولا كده. هو جايبها متنضفة بس ماما تعيد عليها يعني كمان، لان انا بحب بصراحة اعيد على الحاجة. فرخة، لحمة، اي حاجة من دي لازم بصراحة تشطف، يعني تشطيف حلو. وماما جابتها نقعتها تاني بمية وليمون وخل وملح، وايه ليمون كتير بقى، كتر الليمون على الحاجات دي بالذات عشان الحاجات دي تبقى نضيفة. هنا بعد ما حشيتها، حشيت الخلطة بتاع المحشي في قلبها. ماشي، بتسيبي من الطرف ده ومن الطرف ده حتة كده صغيرة عشان ساعة ما تيجي تسقطي في المية، في الشوربة بتاعتها يعني، تقفل على طول. هنا الشوربة ديت انا مشوحة بصلاية وورقة لورا وحبهان وطماطماية في شوية زيت، وبعد كده حطيت عليهم مية تغلي. ماشي، ونفس النظام برضو للكرشة، نفس الطريقة، وفلفل اسمر وملح، اكنها شوربة، بتعملها اكنها زي الشوربة. وهنا بعد ما سقطت المنابير في قلب الحلة، برضو سقطت الكرشة اهي. الكرشة بقى طبعا كان اول مرة اعملها، فعملتها كبيرة. بعد كده بقى يعني انا بصراحة من يومها، ماشي، هو جاب لي تاني كمية تانية وعدها له في التلاجة في الفريزر، وبدأت اطلع له منها الكرشة بقى. قصيتها مكعبات كده صغيرة، كان شكلها تحفة. وهنا كنت عاملة دقيقة محشي للعيال برضو عشان لو ما كانوش منها. هنا بقى بوريكم ان انا بخاف قوي وانا بحمرها من الفرقعة دي، لان انا موعودة كل ما اجي احمر الكرشة ديت لازم تفرقع فيا وتبهدلني بصراحة، يعني بتحرقني. وانا المحشي اهو عملته للاولاد برضو وغرفته لهم جنبهم. كنت مولعة على لحمة برضو، كنت عاملة ليا بقى شوربة لسان عصفور على اساس ان انا هاكل، ما اكلتش والله. وعذرا لصوتي لان انا لسه تعبانة والله، فانا اسفة يعني لو مضايقاكم. وقولوا لي ايه رايكم بقى. هي بصراحة هي الأكلة شكلها حلو عجباني، بس أنا مش بحبها. اللي بيحبها بألف هنا على قلبكم يا رب، ومش بكرهكم فيها والله. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.